will forever be the greatest family in the history of wrestling. ايه الاخبار؟ هنتكلم النهارده على فيلم اتاخر قوي عن نزل مصر، وهو فيلم ذا ايرون كلو. الفيلم اخراج وكتابه شون ديركن، بطوله زاك افرون، جيريمي الان وايت، وهولت ماكالن. الفيلم بتاعنا بيتكلم على قصة عائلة فون إيرك. عائلة كانت مشهورة جدا في المصارعة زمان في الثمانينات، وبتتكلم عن الأب اللي هو فريدز فون إيرك اللي هو بيقوم بدور هولت ماكالاني. ده كان مصارع، كان حلمه إن هو يبقى بطل العالم، ولكنه بيفشل، فبيقرر إن كل أولاده يدخلوا عالم المصارعة عشان يحققوا الهدف بتاعه. زي باقي أفلام 2023 الفيلم بيتكلم عن قصة حقيقية. ده كانت التيمة بتاعت 2023، والفيلم بتاعنا مش مختلف عن الموضوع ده كتير. الفيلم بتاعنا مقسوم لنصين. النص الاول حماسي، بيتكلم على العيله وهي بتصعد واحد ورا التاني وبتخش العالم دوت، عالم المصارعه، عالم محدش لسه يعرف عنه حاجه في العيله غير الاب، ولكنه بيساعد كل واحد منهم ازاي يكبر وازاي يتشهر اكتر وازاي يسيب بصمه في عالم المصارعه. بنعرف اكتر عن العيله، وبنعرف ازاي ترابط الاخوات مع بعض وازاي علاقتهم مع بعض هتاثر على حياتهم بعد كده طول الفيلم. Ever since I was a child, people said my family was cursed. Mom tried to protect us with God. Pop tried to protect us with wrestling. He said if we were the toughest, the strongest, nothing could ever hurt us. وساعتها هنتعرف على مفهوم اللعنة، كلمة كده بتتقال في أول حوار في الفيلم ولكننا هنعرفها بعدين. النص التاني بقى ممكن تحتاج مناديل جنبك. أي إحساس كان حلو في النص الأول هيتعكس، وهنا هنفهم معنى اللعنة اللي اتقال في حوار عابر في أول الفيلم. الفيلم بالنسبة لي هيدخل قائمة محدودة قوي من أفلام عظيمة وجميلة، لكن ما اقدرش اتفرج عليها تاني من كتر الأحداث المأساوية اللي بتحصل فيه. نتكلم شوية بقى عن مميزات الفيلم. أداء زاك إفرون هو أحسن أداء في الفيلم وأهمهم، لأنه هو بيتكلم عن شخصية الأخ الكبير، شخصية كيفن، اللي بيحضر كل المشاهد المهمة وكل التحولاته المهمة وبيبقى موجود كطرف أساسي فيها، ومن خلاله بنشوف انفعالاته وتصرفاته وردود فعله في المشاهد دي وإزاي هو طرف فعال فيها. هو الأخ الكبير اللي بيتعامل كحائط صد بين إخواته وبين أبوهم اللي بيحبهم، بس تصرفاته بتبقى سبب في تدمير العيلة دي. Now we all know Kerry's my favorite, then Kev, then David, then Mike, but the rankings can always change. زاك إفرون كان بيتكلم بعد فيلم بي ووتش إن الإعداد البدني اللي خاضه عشان يوصل للجسم اللي كان فيه في الفيلم كان عذاب، وإنه مش طبيعي إن أي حد زينا، حد مش رياضي أو حد مش مطلوب منه إنه يوصل للجسم ده إنه يعمله. وكان قال إن هو استحالة يكرر التجربة دي تاني، وإنه مش هيخوض العذاب ده تاني. لكن من الواضح إنه لما قرأ سيناريو الفيلم كان مستعد إنه ياخد التحول ده عشان يساعده يقدم أداء تمثيلي رائع وأكتر من متميز. واللي كان كالعادة مقدم أداء محترم هولت ماكالاني بدور الأب. هو كان طالع بدور أب متسلط شوية، كان عنده حلم نفسه يحققه إنه يبقى بطل العالم في المصارعة، ولكن ما قدرش، فبيقرر إن أولاده هم اللي هيخوضوا التجربة دي بداله. عنده طموح مدمر من غير ما يقصد، بيحب أولاده بس بطريقة عكسية شوية، بتبقى السبب إن العيلة دي تتدمر للأبد. يمكن شخصية جيريمي الان وايت كان ظهورها قليل شوية، ما قدمش حاجة كتيرة قوي، لكنه هيقدم لقطة فيها أكبر صدمة هتعيش معاك. تصميم الشخصيات والمزيكا والملابس والمونتاج بيساعدوا في ان انت تعيش جوه احداث الفيلم، فترة الثمانينات اللي احداث فيلمنا بتدور فيه. يمكن بس من عيوب الفيلم اننا ما عرفناش اكتر عن شخصيات الاخوات، احنا كنا موجودين معاهم بس كشخصيات بتساعد ان القصة تطلع لقدام، ان القصة تتحرك، لكن ما عرفناش كتير عنهم كشخصيات متفردة. دلوقتي بقى ميعاد الكوت اللي انا حبيتها من الفيلم. It's hard to see clearly in this dark moment. But we cannot let this tragedy define us. Our greatness will be measured by our response to adversity. انا مش عارف الفيلم ده ازاي ما ترشحش لاي جايزه من جوائز الاوسكار. اقل حاجه كان تمثيل او تصوير او مونتاج او حتى مزيكا، كان حاجه منهم على الاقل تستاهل ترشيح. تقييم الفيلم على ليتر بوكس 4.1 وتقييمي ليه هو 8.5. لو لسه ما شفتش الفيلم يبقى لازم تشوفه وتقولي رايك في الكومنتس، ولو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب عشان لسه هنتكلم على افلام اكتر. نتقابل بعدين.